النقاط بهذه الامور. انا شو بيهمني؟ انا بيهمني عمليا الخطوه العمليه. لم يمنح حزب الله الورقه الرئاسيه التي يريدها. هلا بدنا نشوف استاذ شارل بشو بده يرجع الرئيس عود من يعني عن جد مش عم بتلحقوا ضربات. لا بالعكس ما عم بتلحقوا ضربات، مش عارفين من وين عم تجي الضربه. لا والله نحن انتبه استاذ سمر، انا برايي الفريق اليوم اللي عم بيعد الضربات هو الممانعه، مش نحن بالعكس ما حصل اصبحت الممانعه بموقع رد الفعل، وهي عم تحصي الضربات، لانه اليوم هي اصبحت بموقع الضعيف وموقع بده يروح باتجاه التعطيل بالوقت اللي. طب وين عم بتشوفها موقف ضعيف؟ وين عم بتشوف موقفهم ضعيف؟ اليوم العلاقات السعوديه الايرانيه ماشي حالها، يعني حتى العباد عون بالشام اليوم بشار الاسد شفت غلاف يعني صحيفه الاخبار اليوم بالموضوع السعودي اعاد اذا بدك فرجنا كيف كانت الامور بمراحل سابقه. يعني ماني شايف صراحه شيء خطوات عمليه في اتفاق سعودي ايراني حصل. اذا بتشوف اليوم جريده الاخبار شو بها على المملكه العربيه السعوديه هي. انا اللي بهمني بالعملي قدرنا نحن بالرئاسه نمنعه لهلا من 8 اشهر لليوم يجيب مرشح رئاسي.